النادي الأهلي يعلن هناك مناقشات حاليا داخل إدارة الكورة لعودة منصب مدير الكورة، وهناك إمكانية لعودة سيد عبد الحفيظ. واضح ان ادارة النادي الاهلي هتبدأ تفوق وتشوف القرارات الغلط اللي خدتها. للأسف كولر دلوقتي هو اللي بيدير النادي الاهلي، وهو اللي ممشي كل الشنبات اللي انتم شايفينها في النادي الاهلي دي، سواء ادارة او حتى لجنة تخطيط، وهو اللي رافض ان يكون هناك مدير كورة. ولكن بعد ما حدث في لقاء السوبر ضد الزمالك، هناك تفكير حاليا في امكانية عودة منصب مدير الكورة من جديد الى النادي الاهلي، وهناك ترشيحات لإمكانية عودة سيد عبد الحفيظ مجددا، خاصة وأن كولر موافق عليه. ولكن في النهاية يبقى سؤال: هل يتنازل محمود الخطيب عن العنجهية؟ لأن الخطيب هو السبب في رحيل سيد عبد الحفيظ عن النادي الأهلي، وهو صاحب قرار رحيله عن النادي الأهلي. هل يتراجع في قراره ويتنازل عن العنجهية بتاعته، ولا هيتمسك برؤيته وقراره بعدم عودة عبد الحفيظ؟